السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا على قناتكم مطبخ جوهر اللذة. وصفتنا اليوم ان شاء الله بلا ديال السوشي اللي جا رائع بزاف، جا المذاق ديالو بحال ديال المحلات وحسن من ديال المحلات لان درت فيه مكونات اللي كنبغي انا وليداتي. صراحة راه جا لذيذ بزاف والريحة في الدار بحال اللي داخله لشي محل ديال السوشي. بزاف ديال الناس ما كيزعموش يصاوبوه لان في النظره فاش كتشوفيه كيجيك بلا صعيب، الطريقه ديالو صعيبه وما تقديش تصاوبيه، مع انه راه الطريقه ديالو ساهله الا كانوا عندك المكونات كاملين في الدار. يعني تقديتي المكونات ديالو راه كيجي ساهل بزاف وكيطيح عليك بالثمن اللي هو اقتصادي. انا باش نكون صريحه معكم اول مره كنصاوبو والصراحه نجحات معايا الطريقه وجا لذيذ بزاف. قلت لكم جا احسن من ديال المحلات، فما عليكم غير تتبعوا الفيديو من الاول حتى الاخر، وان شاء الله من بعد هذا الفيديو غادي تزعموا وتجربوه لان الطريقه راها سهله كيف ما قلت لكم. وعلى بركه الله بلا ما نطول عليكم غادي ندوزو نشوفوا المقادير والطريقه، وكيف العاده كنتمنى لكم فرجه ممتعه. بسم الله. خديت هنايا 500 غرام ديال الرز، انا خديت غير الرز من عند البقال، يعني الرز عادي اللي ما تيكونش مهرس. غادي نغسلو مزيان حتى يحيد منه داك النشا اللي كيكون فيه، تيولي الماء صافي. انا غسلته هنايا 7 ديال المرات حتى ولا الماء ديالو صافي. غادي نزيد له الماء. بالنسبه للقياس ديال الماء انا درت هنايا 650 غرام، يعني كل 100 غرام ديال الرز كنحتاجوا لها 120 غرام حتى 130 غرام ديال الماء. غادي نغطي الطنجره ديالي ونديرها فوق نار تكون متوسطه لمده 10 ديال الدقائق. ضروري تبقاو تراقبوه مره لان الرز كيختلف من واحد لواحد. المهم انا هذا الرز هذا خليته 10 ديال الدقائق، من بعد طفيت عليه النار وكيف ما كتشوفوا ها هو من بعد ما طاب. غادي نخلي عليه الغطايه، يعني الطنجره غادي نخلي فوق منها الغطايه باش يرجع ليها داك البخار ويزيد يكمل الطياب ديالو. ودابا غادي نوجد السيرو اللي غادي نسمو به الرز. غادي نحتاج 3 ديال المعالق ديال السكر سنيده، واحد نص معلقه ديال الملحه، والملحه على حسب الذوق، ونص كاس ديال الخل. انا درت هنايا الخل الابيض، الا كان الخل ديال الرز يكون افضل. غنحركو حتى يذوب داك السكر، ومن بعد ما دفى ليا الرز درتو في واحد الاناء وغادي نبقى نسقيه بهذا السيرو هذا اللي حضرنا حتى يتلبس ليا داك الرز كامل ويتنسم بداك المذاق ديال الخل والسكر اللي درنا فيه. راه هو اللي كيعطيه داك المذاق ديال السوشي. ودابا غادي نشوفوا المكونات اللي غادي نحتاجو. عندي هنايا الحصيره، كريمه ديال الفرماج ماشي ضروريه، ورقه النوري، الخيار، فروماج موتزاريلا، والسوريمي، الشاركوتري، والطون، ولافوكا. كيف ما كتشوفوا راه الطريقه سهله. ضروري تكون حداكم واحد زليفه فيها الماء باش ما يتلصق لكمش الروز بزاف في يديكم. غادي نفرش هاد الحصيره اللي سبق ليا وغلفتها ببلاستيك غذائي، ندير فوق منها ورق النوري. الجهه الحرشه هي اللي كتكون من الفوق، هي اللي غادي نديرو فوق منها الرز، والجهه الملسه هي اللي كتكون على برا. نبقى ندير شويه ديال الماء في يدي ونطلق داك الرز كيف ما كتشوفوا. نطلقوا على ورق النوري تقريبا، غادي نخلي غير واحد شويه د الفراغ باش يلصق ليا في الاخر. انا راه درت واحد الطبقه اللي هي شويه غليظه كيف ما قلت لكم في الاول، راني اول مره تنصابو، جاو شويه كبار ولكن معليش، المهم انهم جاو لذاذين بزاف. غادي نكمل داك الروز ونلصقو مزيان بيدي. من بعد غادي ندير فوق منه هاد الكريمه ديال الفرماج. الصراحه هذه غير اختياريه، فيها واحد المذاق اللي هو زوين، كيعجبني المذاق ديالها. وندير فوق منه طريفات ديال الخيار اللي قطعناهم رقاقين، والموتزاريلا يمكن لكم ديروا جبلي او اي فروماج عندكم. انا صراحه هادشي اللي كان تيتوفر عندي هو اللي درته. من بعد غادي ندير القطع ديال لافوكا اللي ضروري تعصروا عليها الحامض باش ما تكحلش ليكم، وغادي ندير الطون ونبقى نجمع بديك الحصيره. هاد الحصيره هادي الصراحه راه كتساعدنا بزاف باش نجمعوا السوشي ديالنا، ما كيبقاش هكاك مشتت، يعني كتعاوننا بزاف. غادي نبدا نضغط عليه على هاد الشكل هذا وانا كندور في ديك الورقه النوري،
واخا يخرجوا لكم شويه من الجناب ماشي مشكل، غير حيدوه بواحد السكين، راه ما توقع له حتى شي حاجه. ضغطوا مزيان. وفي الاخر داك شويه ديال ورق النوري اللي خلينا غادي ندهنو بالماء باش يلصق ليا مزيان وما يتحليناش في القلي. وغادي نضغط عليه مزيان، وها هو كيف ما كتشوفوا راه خرج الشكل ديالو مزيان. غادي نخليه على جنب وغادي ندوز ندير السوشي اللي بالشاركوتري كيف ما غادي تشوفوا معايا. خديت هنايا ورق النوري، بديت كنطلق فوق منه الروز، من بعد درت فوق منه بلاستيك غذائي وقلبته على الجهه الاخرى، لان انا بغيت هنايا الروز يكون هو اللي من الجهه الخارجيه. غادي ندير فيه الشاركوتري ونحط فوق منه السوريمي والخيار والموتزاريلا والافوكا، ومن بعد غادي نبقى نلويها على هذا الشكل هذا بحال الشكل الاول نلوي، وانا كنضغط مزيان باش ما يتحلولناش في القلي. ضروري نبقاو نضغطوا بديك الحصيره. وشوفوا معايا الشكل ديالو في الاخر راه كيجي مجموع، ما كيجيش كاع محلول، ما كيتفرتناش الرز لان طيبناه بطريقه اللي هي صحيحه. كيجي تبارك الله مجموع وما تخافوش منه، ما كيتقسم لكم ما حتى شي حاجه، تيبقى الشكل ديالو كيف ما هو. غادي نبقى مستمره حتى نكمل الكميه اللي عندي هنايا 5 ديال الورق النوري اللي كتكون في داك الباكيه. غادي نستمر حتى نكملهم كل مره. وشنو غادي ندير فيها؟ ورقه غادي ندير فيها الشاركوتري من الداخل، ندير معاه السوريمي وندير معاه الطون، وورقه اخرى غادي ندير غير السوريمي والشاركوتري. يعني باش ما بغيتو تعمروا يمكن لكم ديروا حتى الدجاج تقليوه بواحد شويه ديال المليحه والبزار وتقطعوه هكا شويه طويل وتعمروا به. يعني التعميره اولا العماره اللي تتكون داخل تتبقى على حسب الاختيار ديالكم وعلى حسب داكشي اللي كيتوفر عندكم. وحتى بالنسبه للموتزاريلا الا ما بغيتوش ديروها يمكن لكم تشدوا داك المربعات ديال الكيري وتقطعوهم وديروهم حتى هما الوسط، اولا جبلي اولا اي فرماج تيتوفر عندكم. يعني داكشي اللي كيبقى التعميره اللي كتبقى لداخل تيبقى على حسب المتوفر. فهاد المقطع راه غادي يبانوا لكم 4 ديال اليدين، لان ولدي مني بديت كنصور هو لاصق حدايا عافاك ماما نصور معاك، عافاك ماما نصاوب وحيده، عافاك نصاوب وحيده، وصوريني ما بغيتش نحرمو، قلت له غير خليه حتى الاخر وغادي نعطيك تصاوب الوحده الاخرى. وخليته لان الوليدات بحال هادشي كيفرحهم وتيعجبهم، وفي الاساس دايرينو على ودو لانه هو اللي تيحماق على السوشي دائما. تيبغي اول حاجه كيطلبها على برا هي السوشي. داكشي علاش جربت نديرو، والصراحه ما غاديش نبقى نشريه من المحلات، غادي نصاوبو في الدار. وها هو مسكين تيتقاتل معاها، ولكن معليش في الاخر قديتها خليته حتى سالا وقديتها انا وصاوبتها وقلت له برافو راه انت اللي صاوبتيها مزيان، وفرح بيها وعجبو الحال. وهما في الاخر كيف ما كتشوفوا معايا من بعد ما ساليتهم كاملين غادي نخليهم في واحد الطبق وندوزو نصاوبوا الخلطه اللي غادي نحتاجو ليها. كاس ديال الدقيق، غادي نزيد عليهم 2 معالق ديال المايزينا اولا ديال النشا، غنزيد شويه ديال الملحه وشويه ديال البزار وواحد الخماره خميره كيماويه، وغادي نحتاج كاس الربع ديال الماء. غادي ندير النص ديالو النوب الاولى ونزيد عليهم واحد البيضه، نخلط مزيان ونزيد الكميه اللي بقات ليا ديال الماء حتى نحصل على واحد الخليط اللي يكون شويه ثقيل ما يكونش خفيف باش يلصق لينا على السوشي. وجبت هاد النوع ديال لا شابلور يمكن لكم توجدوه غير في الدار، انا خديته جاهز. غادي نديرو في واحد الطبق ونخليه على جنب. من بعد غادي نجيب السوشي، غادي ندوزو في الخليط ديال الدقيق بمساعده واحد 2 ديال الفرشيطات باش يتلبس ليا كامل بداك الخليط ديال الدقيق. من بعد غادي نهزو وندوزو في لا شابلور ونبقى نضغط عليه بيدي مزيان باش تثبت لينا فوق داك الخليط اللي درناه. صافي على هذا الشكل هذا غادي نخليه على جنب.
ونكمل الكميه كامله اللي عندي. ما تخافوش منه، راه ما كيتهرس ما حتى شي حاجه. غادي تبقاو تحاولوا معاه غير بشويه بواسطه واحد جوج ديال الفرشيطات حتى تكملوا الكميه كامله اللي عندكم. ودابا خديت المقله، درت فيها واحد شويه ديال الزيت، واحد الكميه لا باس بها ما تكونش كثيره. غادي نوضعها فوق النار اللي تكون متوسطه، ما تكونش مجهده بزاف باش ما تخطفلناش داك السوريمي وتحرق دغيا. غنخلي الزيت حتى تسخن، من بعد غادي نوضع فيها السوشي. غادي نخليه حتى يبدا يتحمر ليا من دوك الجناب، نبقى نشوفو راه تيتحمر، عاد نقلبو على الجهه الاخرى باش ماشي نبقى نقلب فيه بزاف حتى يتفرتت لينا، حتى نشوفو داك اللوين بدا تيطلع. غادي نقلبو على جميع الجوانب حتى يتحمر ليا مزيان. من بعد غادي نديرو في ورق النشاف وغادي نستمر حتى نكمل الكميه اللي عندي. وشوفوا معايا كيفاش جا اللوين ديالو، خدا داك اللون الذهبي غير محمر، ما خليتوش يتحرق، بقيت مراقباه حتى تحمر كامل وساليت كلشي الكميه اللي عندي. بغيت نسمعكم هنايا الصوت ديال القرمشه لان جا من الفوق، راه جا مقرمش، جا غزال. كنتمنى تجربوا هاد الطريقه وتخليو ليا الراي ديالكم في التعاليق. غادي نخليه على جنب وندوزو نوجدو لاصوص، من بعد عاد غادي نقطعوه. غادي نحتاج هنايا جوج معالق ديال المايزينا، ما يكونوش عامرين بزاف، ولا بغيتو كميه اقل ديروا غير ملعقه ديال المايزينا. وكاس اللارب ديال الماء غادي نزيدو تدريجيا باش ما تكور ليناش ديك مايزينا، ونزيد عليها نص كاس ديال الصوجا وثلاثه ديال المعالق ديال السكر سنيده. اللي بغى ينقص من الكميه ديال الحلاوه ينقص منها، ومعلقه ديال العسل. غادي نخلط الكل جيدا ونديرو فوق نار تكون هادئه مع التحريك حتى يتقال ويولي على هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا. ومن بعد ما غادي يبرد راه غادي يزيد يتقال. ودابا جات احسن مرحله، وهي انك تقطعي السوريمي ديالك من بعد ما درتي مع فيه داك المجهود ووجدتيه بواحد الفرحه وواحد الحب. غادي تقطعيه وتجلسي تاكليه انت وليداتك، ما كاينه ما احسن من هاد اللحظه هادي. كيف ما كتشوفوا معايا بديت كنقطعو، راه خصو واحد السكين اللي يكون شويه ماضي. هذا راه عندي صراحه عادي ما ماضيش بزاف، هو ضروري خصو واحد السكين ماضي باش ما يتفرتتش. غادي نقطعو كامل وتشوفوا معايا في طبق التقديم. شوفوا معايا في الاخير كيفاش جا شكلا ومذاقا، جا رائع بزاف، اروع من الروعه الصراحه. بغيتكم تجربوا هذه الوصفه وتتبعوا هذه الطريقه اللي درت معكم، وان شاء الله غادي تنجح معكم هذه الوصفه وغادي توليو معتمدينها، توليو دائما ديروه. وشوفوا معايا تبارك الله الكميه اللي خرجت ليا، راه خرجت ليا 50 حبه. يعني الا خديتي واحد البلا في المحل ديال السوشي الثمن اللي غادي تاخديه به غادي يكون باهظ بزاف، بينما الا صوبتي في دارك راه غادي يجيك اقتصادي لواحد الدرجه اللي هي كبيره. كنتمنى تشجعوا وتجربوا هذه الوصفه. وكانت شاطت ليا واحد الكميه ديال الروز حتى هي استفدت منها. داك البقايا كاع اللي شاطوا ليا ديال السوريمي والشاركوتري والخيار كلشي زدتو على داك الروز، ودرت واحد السلطه ديال السوشي جات بالمذاق ديال السوشي، جا رائع بزاف. رافقتها هي وهذا البلا هذا، ودوزنا واحد العشيوه اللي كانت زوينه. كنتمنى تجربوا هذه الوصفه وتخليوا لي الراي ديالكم في التعاليق، وما تنسونيش كيف العاده من واحد اللايك ديالكم. واللي مازال ما اشتركاش تنقول لك حبيبتي مرحبا بك، تفضلي اشتركي معنا وفعلي زر الجرس باش يوصلك كل جديد. والى اللقاء مع وصفه وفيديو اخر ان شاء الله.